قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، خطبتنا اليوم نتكلم فيها أخلاق المسلم. جاء سعد بن هشام إلى أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وسألها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا ابني، أما تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. وشرح هذه العبارة الإمام النووي في كتابه في شرح صحيح المسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور حيث دار القرآن، يتوقف حدود القرآن. وقال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه العلوم والحكم: كان يتخلق بأخلاق القرآن. وهكذا وجب على كل مسلم أن تكون أخلاقه أخلاق طيبة، وأن لا تكون أخلاقتك أخلاق ذميمة. فإن من أفضل الأعمال التي دعا إليها الشرع ورغب فيها حسن الخلق، فهو من أعظم المواهب، فإن من أعظم المواهب الله لعباده. قال سبحانه وتعالى لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الخلق عباد الله في اللغة قالوا وهي المروءة والدين كما في قاموس المحيط. وقد قيل عند الإصلاح الأخلاقيين: عادة الإرادة أو ميل من الميول يغلب على الإنسان بالاستمرار حتى يصير له عادة. وقيل الخلق وهي قوة راسخة في الإرادة تنزع إليها الاختيار ما هو خير وصلاح. روى الترمذي في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان، ما من شيء أثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة من خلق الحسن، وإن الله سبحانه وتعالى لا يبغض الفاحش البذيء. والحديث حسن صحيح. وحسن الخلق معاشر المسلمين يشمل جوانب كثيرة من حياة المسلم، فهي في أقواله وأعماله وفي عبادته لربه وتعامله مع آخرين ومع عباد الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
وقال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، قال رضي الله تعالى عنه أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله سبحانه وتعالى وأخضع لهم عدوهم. تفسير ابن كثير. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله للصحابيين الجليلين أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي والحديث حسن صحيح. قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله سبحانه وتعالى توجب له محبة الله سبحانه وتعالى، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي والحديث حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون كاملا على الإنسان إيمانه حتى يتقلد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم خلقا. حديث أخرجه إمام الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح أيضا. وقال بعض السلف حسن الخلق قسمان، أحدهما مع الله عز وجل وهو أن تعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى يوجب الشكر. ثانيهما حسن الخلق مع الناس وجماعه أمران: بذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. عباد الله، فحري ممن تمسك بهذا أن يصل إلى مراتب العاملين. فقد روى أبي داود في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعدم الناس خلقا، فمن أحب أن يهتدي إلى معالي الأخلاق فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا شيء تركته لما تركته. وروي البخاري في صحيحه من حديث عطاء ابن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك متوكلا ليس بفذ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن الله سبحانه وتعالى
بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعيانا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه في البخاري. يقول حسان بن ثابت وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يقول عبد الله المبارك رحمة الله عليه: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى وأن تحمل ما يكون من الناس. جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه بعض السنن أو من رواية مسلم عن نواس بن السمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدره وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم حسنت خلقي فأحسن خلقي. والحديث صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أن الأخلاق المحمودين أو الأخلاق المحمودة وهي لها علامة كما قال العلماء، ومنها الإحسان، البر، النصيحة، التعاون، البشاشة، الحياء والحكمة والرحمة والرفق والسكينة والصبر، الصمت، العلو والهمة، القناعة، المروءة والورع والوفاء بالعهد، كظم الغيظ، كظم السر، العدل. أما الأخلاق المذمومة: الإساءة، الافتراء والبهتان، إفشاء السر، البخل والشح، الانتقام، التجسس، الحسد، الحقد، الخبث والخداعة، الخيانة، السخرية والاستهزاء، سوء الظن، الطمع، الظلم، العجبة، الغدر والعدوان والكذب، الكبر، المكر والكيد، نقض العهد، النميمة، وغير ذلك من العلامات التي يعرف بها إذا كان الإنسان من أخلاقه أخلاق المذمومة. وفقرة ثانية في هذه الخطبة نتكلم أخطاءات في الصلاة. وقد كنا في هذا المسجد عدة سنوات ونرى بعض المسلمين أخطاء فاحشة وذكرى تنفع المؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإن الصلاة عماد الدين والركن الثاني من أركانه، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، ولذلك واجب على المسلم أن يحرص على أدائها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين صفتها لأمته. روى البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وروي الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهنا أخطاءات يقع فيها بعض المصلين أحببت تذكير كما قلت آنفا. الأول أولها الصلاة بالثياب الضيق أو بنطلون الضيق. وإن كان قال العلماء الحنفية في كتاب المختار الحنفية وابن العابدين في شرحه الحاشية، والمالكية في كتاب الفواكه، والشافعية في كتاب الأم، ومن شرح كتاب
المجموع للإمام النووي والحنبلية في بيهوت وغيرهم قد تكلموا إذا كان سروال أو بنطال واسعا، لكن إذا كان هو يجسم على جسد حذر العلماء ونرى بعض أقوالهم. وهذا الخطأ يقع فيها بعض المسلمين. الأولها صلاة بالثياب الضيقة أو بنطلون ضيق. قال بعض أهل العلم والمحذور في ذلك إن اللباس الضيق يجسم العورة، وهذا على العموم وهذا على عموم منهي عنه، فكيف إذا كان في الصلاة؟ قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثانيا الصلاة في ثياب الشفافة، فكما يحرم الصلاة في اللباس الضيق لأنه يجسم العورة ويصف شكلها وحجمها، فكذلك يحرم الصلاة في ثياب الرقيقة التي تشف عما وراءها من البدن. قال الفقهاء في شروط الصحة للصلاة ستر العورة، ويشترط في الساتر أن يكون كثيفا فلا يجزئ الصائر ساتر الرقيق. وهذا يحدث في الصيف، تجد أن بعض الناس يلبس ثياب شفاف سراويل قصيرة ثم يصلي ثم تكشف عورته، وهذه قالت الشافعية إذا كانت ستر العورة واجبة فلا بد أن يعيد صلاته. ثانيا الصلاة في ملابس النوم أو البيجان أو ملابس العمل، وقد تكون متسخة وبها روائح كريهة تؤدي للمسلمين، والسبب هذا يعود إلى الكسل فيتكاسل عن تغييرها، بينما لو أراد أن يزور مسؤولا أو رجلا له مكانته لاستعد لذلك، فرب العالمين سبحانه وتعالى أولى بالتجمل. قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. رابعا الإسبال في الصلاة، وهذا مما رأينا كثير من المسلمين. الإسبال في الصلاة ويشمل الثوب والبنطال، والإسبال منهي عنه على وجه العموم لقوله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه إمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فإن كان هذا الوعيد شديد لعموم المسبلين ففي الصلاة أشد وأعظم. قد روى أبو داود في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسبل إزاره في الصلاة من أسبل إزاره في الصلاة خيلاء فليس من الله في حل ولا حرم. والحديث حسنه الشيخ الألباني في كتابه جامع الصغير وسنن أبي داود. خامسا المواظبة على الصلاة النافلة في المسجد، وهذا خلاف السنة، والمستحب أن تكون الصلاة النافلة في البيت. روى البخاري في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا صلوا في رحالكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وروى مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل صلاة في بيتي أو صلاة في المسجد؟ قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، لأنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان قرب المسجد. فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، ولا بأس أن يصلي النافلة في المسجد أحيانا إلا أن سنة غالبة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو أفضل كما دلت على ذلك الحديث المتقدمة. سادسا عباد الله، رفع المصلين أصواتهم في القراءة، الصلاة السرية أو جهرية خلف الإمام، أو في بعض الأذكار الصلاة الافتتاحية، اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر، ووجهت وجهي للذي فاطر السماوات إلى الآخر. وهذا يشوش على الباقين صلاتهم، وقد ورد النهي عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. روى مالك في الموطأ من حديث بياض رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. سابعا، إدخال بعض المصلين أجهزة أو جوال إلى المسجد وبها نغمات الموسيقى، وهذا النغمات لا تجوز خارج المسجد. إذا كان نغمات الموسيقى في الموبيل خارج المسجد فهي حرام. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وروي البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي موسيقى. وقد صدرت الفتوى من لجنة الدائمة بتحريم نغمات الموسيقى اللي صادرة من هذه الجوالات، ولا شك إن إدخالها إلى هذه المساجد وهي انتهاك لحرمة الله سبحانه وتعالى، وإضافة إلى إيذاء للمصلين وإفساد صلاتهم. قال سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثامنا، الصلاة في صلاة التي فيها صور، وكثير ما نرى بعض الناس عندهم هذه الأشياء، والصور منهي عنها على وجه العموم، فكيف بالمسجد؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة. إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة. وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا